ضروري تجربي هاد الكيكة إلا عزيز عليك مذاق الكراميل. كيكة المول العجيب خفيفة بحال القطن وكتجيب كريمة الكراميل اللي لذيذة وراقية في المذاق وفي المنظر. مقادير بسيطة وطريقة سهلة، حضري أحلى تحلية في دارك وبلا مجهود. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو رشة ملح، 2 بيضات، نصف كأس سكر، وملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو كيس من سكر فانيلا. كنخلطو جيدا بالطراب اليدوي. كنضيفو كأس إلا ربع زيت نباتية، كأس حليب، وعلبة من الفلون كراميل. كنخلطو المكونات جيدا مع بعضها بالاستعانة بالطراب الكهربائي. كنضيفو 2 كؤوس من الدقيق الأبيض، كيسين من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام، وملعقة صغيرة من الخل الأبيض. كنخلطو الخليط جيدا حتى كيتجانس، وكنصبو الخليط في قالب اللي مدهون بالزيت اولا الزبده ومرشوش بالقليل من الدقيق، وكنوضعو الكيك ديالنا في فرن اللي مسخن مسبقا على 180 درجه من الاسفل فقط لمده 35 دقيقه تقريبا حتى كطيب الكيكه ديالنا، وكنشعلو عليها من الفوق باش كتحمر. من بعد ما طابت الكيكه ديالنا كنزولوها من المول وكنخليوها تبرد جانبا. كما كتشوفوا كتجي الكيكه خفيفه وطريه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو كاس ديال الحليب، معلقه كبيره من نشا اولا بودره الكريم باتيسير، فانيلا. كنحركو الخليط مزيان وكنوضعوه على نار هادئه مع تحريك المستمر حتى كيعقد الخليط. كنخليوه يبرد واحد شويه وكنضيفو عليه علبه من يوغورت بنكهه الكراميل، وكنخلطو مزيان الخليط حتى كيتجانس. كنصبو الكريمه وسط الكيك وكنوزعوها على شكل متساوي وكنخليوها حتى كتماسك. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا زينتها برقائق اللوز المحمره، وهذه هي النتيجه ديال الكيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجي راقي في المنظر وحتى في المذاق كيجي لذيذ. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها في اقرب فرصه. ما تنساوش تخليو لي رايكم في التعليقات ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء والاهل. شكرا على المتابعه والى وصفه جديده ان شاء الله.